الجيش اليمني 170,000. القوات اللي موجودة في حزام محيط صنعاء 70,000 عسكري. الراتب العسكري 3000 ريال، راتب العسكري 3000 ريال سعودي. هذا الراتب 3 أضعاف راتبه لو كانت صنعاء متحررة. ليش تتحرر صنعاء؟ هو يريد الاستفادة من أموال تحرير صنعاء، ما يبي تحرير صنعاء. النقطة الثانية، القوات المتقابلة بعضهم قبائل، عيال عم، هذه قبيلة وهذه قبيلة، فيريدون أن يهزموا بعض بدون أن ما يقتلوا بعض عشان ما تصير بينهم ثارات، وهذا ما يصير في القتال. النقطة الثالثة، دائما يتحججون يعني، وهذا سبب الاستياء الحقيقة من الشرعية، أنه والله الظروف والطقس والطبوغرافيا، وهذا كلام بالنسبة لي أنا كعسكري غير مقبول. يتحرك 5 سنوات قاعد مكانك في تعز. حمود المخلافي كان يسمونه شيخ المقاومة. يسولف لي أحد ضباط الإمارات العميد ناصر مشبب الشيباني، يقول أعطيناه 13 مليون ريال سعودي و6 شاحنات أسلحة، وقلنا له بعد يومين الساعة 7 صباحا أنت تأخذ الأسلحة هذه وتدفع الأموال للناس وتشكل مجموعات وتهجمون على الحوثي من الداخل، وبنفس الوقت احنا راح نتقدم من الخارج. يقول ناصر العميد ناصر، يقول تقدمنا نتصل فيهم تلفون يا جماعة، يقول ما حد رد علينا إلا الساعة 3 العصر تو قاعد منهم، قال والله كنا نايمين. بعدين ايش سوى هذا المخلافي؟ الآن فاتح له مطاعم تركيا. الله. ايه تركيا، وقاعد ومتكي أخذ الملايين. فهي كلها فساد. وكان هو يصرح سوف نحرر تعز في 48 ساعة، طبعا كله كذب، وكل هذا كله استنزاف للشرعية.